أيتها الأخت المصرية، اعلمي أنه أينما يولي الإنسان وجهه في العالم كله يجد السحرة والمشعوذين وعشاق السحرة وعشاق المشعوذين، وربما أنت واحدة منهن، بما أنك تعرفين كل أسماء ذلك السحر. السلام عليكم. هذه واحد بنت مصرية مشات لعند الجيران الجزائر خاوية، يعني الراس ديالها خاوي، ورجعت مشحونة ضد المغرب، شحنوها هانيت بالمعقول ضد البلاد ديالنا، باش تعرفوا بأن هاد الجيران هادو كيعطيو فلوسهم للبراني وحارمين شعبهم منها وخلاوه عرضة للجوع والعطش. المهم نسمعوها بعدا. فالشيخة خديجة المغربية دي مش جاية من فراغ، ده علم يتوارثه الأجيال، والمغرب فيها نوع سياحة مش موجود في أي دولة، سياحة السحر. يعني في واحد ممكن يروح المغرب مخصوص عشان يعمل لك سحر، لأن السحر المغربي فعلا من أقوى أنواع السحر، لأنه جمع سحر كل الديانات وكل المدارس السحرية، يهود، قبالة، أمازيغ، أفارقة، كله مش سايبين. ولما جم ينظفوا المقابر في الدار البيضاء لقوا أغرب الأعمال، أجزاء مقطوعة من أطفال، شعر ستات، صور ناس عليها طلاسم، وكميات قطط مذبوحه ومحطوطه مع الاعمال، واكتر الاعمال كانت لناس مش مغاربه اصلا. والمفاجاه اللي فجرها الباحث المغربي خالد التوزاني ان بيوت الصحراء واللي غالبا بتبقى مستخبيه في الريف، اليوم المقدس بتاعهم يوم 27 رمضان، يوم ليله القدر، وده اليوم اللي بيعملوا فيه ابشع الطقوس السفليه، طقوس تعبد للشيطان، وبيذبحوا القطط والكلاب وكمان الاطفال عشان يجددوا عهدهم مع الجن. ودي حاجة هبقى افهمها لكم في الاخر. ولما اليهود راحوا على اوروبا أستسمحكم، سأتكلم باللغة العربية الفصحى حتى يفهم إخواننا المصريين ماذا أقول وكيف سيكون ردي على ابنتهم المصرية. أولا يا أيتها الأخت المصرية، ردي علي إن كان بالإيجاب. هل سبق لك أن زرت المغرب؟ هل سبق لك أن رافقت أحد المغاربة ذكرا كان أو أنثى؟ ماذا تعرفين عن المغرب؟ أختي المصرية، احتراما للمصريين سأقول لك أختي، بالله عليك، هل كل ذلك الكلام الذي قلتيه عن المغرب أو في حق المغرب أنت مقتنعة به؟ ومن أين لك أن تعرفي كل تلك الأنواع أو كل تلك أنواع السحر الموجودة في المغرب؟ أنا مغربي ولم أعرف أسماء كل تلك الأنواع. بالله عليك، لما تتهم المغرب بالسحر والشعوذة دون أن تستثني أحدا منهم؟ المغرب شعب واحد، رهام تمثل وجهة نظرها وتمثل نفسها، وسعتها قالت لك سحر وقطط وكلاب، حصلت قطط وكلاب وفران. وفي رمضان، في رمضان يا رهام، في ليلة القدر يا رهام، ليلة التعبد وليلة التهجد وليلة التقرب من الله، في ليلة. هل هذا كلام معقول؟ كما لا ينسى مشحنوك أن يقولوا لك اذكري حتى منطقة الريف. وبالمناسبة، هل لك أن تذكريني باسم 3 مدن فقط توجد في الريف المغربي؟ هل قالوا لك على الأقل أسماء المدن أم لا؟ المهم، أنت قلت وبدون خجل أن المغاربة يذبحون القطط والكلاب وحتى الأطفال. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يقتلون القطط والكلاب والأطفال في ليلة 27 من رمضان. يقتلون الأطفال في ليلة 27 من رمضان لإرضاء الجن. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل شيء وارد إنه هو يحصل، لأن معرفتي أنا بالأشقاء المغاربة إن في حاجات عندهم خط أحمر بالظبط زي لون التيشيرت المغربي ده، خط أحمر. وخاصة أيضا إن ريهام كانت في زيارة للجزائر وقالت شوية كلام زي الفل عن الجزائر، وبعد ما رجعت من الجزائر بفترة عملت هذا الفيديو. ففي أشياء كثيرة قد تكون بداية النهاية فعلا لليوتيوبر المشهورة ريهام عياد. هذا وارد، وأعتقد أن حالة الرعب وحالة القلق
القلق النفسي اللي هي بتعيشه ده واحد من أشد أنواع العقاب اللي ممكن إن هو يتعرض ليها شخص. والمغاربة يختلفوا عن الكثير. لن تقول شيئا فيه إساءة للمغاربة ويمر مرور الكرام. هل أنت واثقة من نفسك؟ ألا تحسبين عاقبة كلامك الرديء، الكلام الذي لا ينطق به حتى عاقل، إلا إذا كان غلبت كفة المال على كفة العقل مثلك. كنت أنتظرك أن تتكلمي عن المخدرات وسرقة التراث الجزائري وتزوير نتيجة فوز المطبخ المغربي بالعالمية الأولى على المطبخ الجزائري، لكن ربما لم يعطوك الضوء الأخضر. لكن أختي المصرية، اتركيني أشكر أحد المصريين عشاق المغرب وحبيب المغاربة، اليوتيوبر صاحب قناة كوراكاش، الذي رد عليك بأسلوب راقي وحضاري. ولو كانت فيك ذرة إيمان لاعتذرت عما صدر منك ضد المغرب والمغاربة، لأن عند المغاربة يوجد وطن اسمه إن الوطن غفور رحيم. شكرا للأخ كوراكاش، والسلام على من اتبع الهدى. ايوا، الله بيننا وبينكم يا جيران. لن أقول عليكم تلك الكلمة التي ألفتموها أنتم، أقول لكم فقط الله يهديكم، الله يهديكم، الله يهديكم على هذا المغرب هذا، راكم تظلموه بزاف.